النهاردة هنتكلم على حادثة بلطيم أو حادثة قتل الطفل أدهم اللي المفروض تكون أسوأ وأصعب جريمة ممكن تقابلها في حياتك كلها. ما تقولش بقى جرائم القتل ولا حتى جرائم الاغتصاب ولا السرقة ولا حتى خيانة زوجية، لأن الجريمة دي فعلا صعب إننا نصدق إن ممكن يجي علينا يوم ونشوفها أو نسمع عنها. بجد مش لاقي حاجة أقولها غير ربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويخرجنا من الدنيا دي اللي قلبت على غابة، أو بمعنى أصح قلبت على سيرك. وتبدأ الحكاية من أدهم الطفل البريء اللي كان كل اللي مقضيه في دنيته هم 11 سنة بس، وهو ده كان عمره كله. فجأة كده ومن غير أي مقدمات ولا حتى سبب معروف أدهم يتقتل، واللي قتله 3 أولاد مراهقين في تالتة إعدادي. يعني طفل عنده لسه 11 سنة ما فتحش عينه على الدنيا أصلا اتقتل واتسحل وهو ما يعرفش مين اللي قتله ولا حتى السبب اللي خلاه يتقتل. حاجة كده متلخبطة، ممكن نقول عليها سمك لبن تمر هندي. بس السؤال هنا، بأي ذنب اتقتل واتسحل أدهم ابن ال11 سنة؟ وكل الحكاية انهم 3 أولاد عندهم 15 سنة ولسه طلبة في إعدادي، حبوا يروشوا على نفسهم شوية ويقلدوا مشهد من مشاهد أفلام العنف اللي بنشوفها في حياتنا الواقعية أو بنشوفها في أي مواقع بندخل عليها على الإنترنت. فالتلاتة حبوا يقلدوا نمبر 1 ويمثلوا مشهد من مشاهد العنف اللي اتعلموها. فواحد منهم راح جاب مسدس غير مرخص ملك أبوه اللي معرفش أصلا يربيه. بعد كده أخد زمايله الاتنين وقفوا في الشارع في انتظار وصول الضحية اللي هياخد دور البطولة في المشهد اللي هيقلدوا فيه نمبر 1، المشهد اللي هيغير حياته وحياتهم هم كمان. وهم واقفين في الشارع متربصين للضحية اللي هيكون بطل المشهد في فيلمهم الواقعي. وقتها على حظه السيء بيعدي أدهم طالب الابتدائي اللي عنده لسه 11 سنة. وأول ما ال3 مجرمين اللي في نظر القانون لسه أطفال بيشوفوه، وقتها بيجروا عليه وبيثبتوه في مكانه. بعد كده بيجروه علشان ياخدوه لبيت واحد منهم، طبعا علشان يكملوا باقي المشهد. بس كان كل ده بيتصور بكاميرات المراقبة اللي كانت موجودة في الشارع. وبعد ما بيسيطروا على أدهم المسكين ساعتها بياخدوه بيت واحد منهم علشان يشوف جميع ألوان وأشكال العذاب على أيديهم، وعلشان يكون المشهد اللي بيقلدوا فيه نمبر 1 مليان بالإثارة والأكشن. وساعتها بيطلع واحد من ال3 مسدس أبوه اللي مش مترخص أصلا وبيحاول يخوف بيه أدهم، لكن للأسف بتطلع منه رصاصة بتستقر في راس المسكين. ولما شجعان السيما ال3 لقوا أدهم واقع على الأرض غرقان في دمه وبيطلع في الروح وبينه وبين الموت فركة كعب، ساعتها بيبصوا لبعض بخوف ولسان حال كل واحد فيهم بيقول وقتها ايه المصيبة اللي عملناها دي. لكن كانوا خلاص بدأوا في تصوير المشهد اللي كان من تأليفهم وإخراجهم وإنتاجهم كمان، وكان لازم تكون نهايته على أعلى مستوى من درجات العنف والرعب وإراقة الدماء زي أفلام معلمهم ونجمهم المفضل نمبر 1. علشان كده بيجر أدهم وهو غرقان في دمه وبينزف بغزارة، وبيطلعوا بيه على الشارع علشان يسحلوه بمعنى التعريف الحرفي لكلمة السحل، ويجر فيه ويشدوه على الأرض لمسافة 150 متر تقريبا. وكانوا بيجروا المسكين على الأرض كأنهم بيجروا شوال بطاطس، مش بني آدم من لحم ودم زيهم. وكل ده ليه؟ محدش يعرف. حتى أدهم نفسه كان نفسه يعرف هما ال3 دول اللي مفيش بينهم سابق معرفة من قريب ولا من بعيد بيعملوا فيه كده ليه. وبيتفاجئ الناس بعدها بوجود أدهم وهو مرمي في الشارع غرقان في دمه وبيصارع الموت، فبيطلبوا الإسعاف وبينقلوه بسرعة لأقرب مستشفى على أمل إنقاذ حياته. وبيتم بلاغ اسم شرطة بلطيم اللي بتنزل الشارع ومستغربين جدا ايه الدافع ورا خطف طفل زي ده وسحله بالشكل ده في الشارع. بس الإجابة الوحيدة على السؤال هي كاميرات المراقبة اللي كانت موجودة في الشارع. وعن طريق الكاميرات الشرطة بتقدر تحدد هوية منفذ الجريمة البشعة دي، واللي هم ال3 مراهقين اللي عندهم حوالي 15 سنة ولسه طلبة في إعدادي. وبيتم القبض عليهم ويبدأ التحقيق معاهم علشان يكتشف رجال الأمن إن الجنات 3 ضحايا أفلام نمبر 1، وإنهم كانوا بيحاولوا يقلدوا مشهد من مشاهد العنف اللي اتربوا عليها، خصوصا بعد ما قدر واحد منهم ياخد مسدس أبوه الغير مرخص من غير ما يعرف. وكان بالنسبة ليهم كل الحكاية لعب وهزار وما كانوش يعرفوا إنها تقلب بجد، وارتكبوا جريمة قتل بشعة بالشكل ده ويكون ضحيتها الطفل البريء أدهم اللي مات بالفعل وصعدت روحه لخالقها بعد 10 أيام من وجوده في غرفة العناية المركزة في مستشفى بلطيم العام. ولما أهل الطفل أدهم عرفوا بموته في المستشفى ساعتها قرروا إن هم ينتقموا من أهل المراهقين ال3 اللي قتلوا ابنهم، وتكاتف معاهم أهل بلطيم كلها. وبيهجموا الأهالي فعلا وهم على قلب راجل واحد على بيوت الجنات 3، وبيكسروا بيبان الشقق وبيحطموا أي حاجة بتقابلهم في سكنهم، عفش أجهزة كهربائية وخلافه. وساعتها بيعلنوا ان هم صاروا لابنهم اللي مات في جريمة ملوش علاقة بيها من قريب ولا من بعيد. والجريمة دي بتفكرنا بجريمة زيها حصلت قريب من كام سنة، وهي جريمة الطفلين اللي كان عندهم 12 سنة
وكانوا لسه في ابتدائي. خطفوا بنت جيرانهم اللي كان عندها 3 سنين، وده كله علشان يعتدوا عليها جنسيا. ولما فشلوا في الاعتداء عليها خنقوها ورموها في مصرف في قريتهم. ولما الشرطة قبضت على الأطفال دي وقالت لهم ايه السبب ورا ارتكابهم الجريمة، هنا اتفاجئوا من إجابتهم لما قالوا لهم ان هم كانوا عايزين يقلدوا الأفلام اللي كانوا بيشوفوها على التليفون. تخيلوا الحال وصل بينا لحد فين. عشان عدم اهتمامنا بأولادنا ومتابعتهم عن قرب ممكن يخليهم يعملوا ايه وفي مين. بلاش نعودهم يتفرجوا على أفلام العنف، ونخليهم واخدين على مشاهد الدم اللي بتفهم أولادنا وبتغرس فيهم من صغرهم إن الرجولة هي البلطجة، وعمك قرشك وصاحبك سلاحك، وإن التعليم مش بيجيب همه، يعني اللي اتعلمه أخدوا إيه. بلاش نفرجهم على أفلام آخر الزمان اللي احنا بنعيشه، اللي بتعلمك وبتفهمك إن علشان تبقى راجل والبنت اللي في المنطقة تحبك وتقع في غرامك وتموت في دباديبك، يبقى لازم من الآخر كده تكون مجرم، أو على الأقل بلطجي ومش خريج جامعة وتبقى خريج سجون. بلاش نعيش أولادنا في مغالطات وتناقضات غريبة بتخلي منهم مجرمين بيرتكبوا جرائم بشعة من غير أي سبب ولا حتى معرفة بالضحية اللي بيمارس عليهم إجرامهم. واللاعب الرئيسي في ارتكاب جرائمهم دي هو تقليد نجوم السينما اللي دمروا أخلاق جيل كامل ولسه هيدمروا أخلاق أجيال تانية. والمشكلة في حكاية أدهم دي كلها إن القانون هيطبق على ال3 المجرمين دول قانون الحدث، وهتكون أقصى عقوبة للجريمة البشعة دي هي السجن لمدة 15 سنة بس، لأن لا إعدام ولا حتى أشغال شقة مؤبدة لمن هم أقل من 18 سنة. وفي النهاية بالتأكيد إننا في حاجة لإعادة النظر في هويتنا، في أخلاقنا، في عاداتنا وتقاليدنا، في طريقة تربيتنا لأولادنا. ده غير إننا في حاجة ملحة لإعادة النظر في قانون الحدث، ولله الأمر من قبل ومن بعد. الله يرحم أدهم ويصبر أهله.